صباح الخير، صباحكم وافطر بذكر الله. كل سنه وانتم طيبين وكل عام دراسي ان شاء الله سعيد علينا كده. انا جيت قبل الدراسه بيوم وغسلت اللانش بوكسات بتاعتهم والازايز الميه. انا ما جبتش لا لانش بوكس ولا لانش بوكس ولا ازايز جديده، كل واحد عنده ازازتين واللانش بوكس بتاعه وانا مش يعني هقعد اعمل بهم ايه، ما انهم عندي مثلا اقعد اجيب جديد وكده، لا طالما هم مش حلوين شغالين احنا اشتغلنا بيهم. جيت بقى قبل الدراسه طبعا بيوم، اللي هو يعني ليله الدراسه. انا بحضر اللانش بوكس بالليل، انا ما اعرفش ان انا اقوم الصبح احضر اللانش بوكس. تقريبا ببقى قايمه بعين واحده يعني. وما ما بفوقش غير بعد 10 ساعات ولا حاجه، يكونوا هم رجعوا من المدرسه كده ابدا افوق بقى تاني. فقلت ان انا احضر معاكم كده لانش بوكس كركوره، لان مودي لسه ما نزلش، لسه دلوقتي ما نزلش، والفيديو اصلا سريع جدا جدا جدا. بس انا ايه، قلت ان انا اشاركه معاكم عشان ما اتاخرش، ان انا بقيت بكسل ان انا اصور، عشان ما اتاخرش قلت اصور كده فيديو سريع مريح. اول حاجه هي قالت اعمل لي ساندوتش بشوكولاته. هو اي نعم يعني مش صحي والحاجات دي، بس هي ان حد ياخد اصلا سندوتشات ده من عندي ما بيحبوش. انا اقنعتها عشان هي لسه لوحدها، مودي ما بياكلش سندوتشات خالص، ما بياخدش اي سندوتشات مع المدرسه. كان عندي سابليه، كان عنده اوردر سابليه وكانت بقى منه القالب ده، عرضته فوري الصراحه يعني ما اتباعش، قلت لا اولادي اولى بيه. غير طبعا يعني اما بيفيد، اما بعمل اوردر وكده ببقى عامله حسابهم يعني في حبه صغننين كده ناكلهم على جنب. فقلت بقى اخدهم استفيد بقى باللانش بوكس. حطيت لها عصير وده احتفال عشان اول يوم الدراسه، مع بسكوته مع السابليه. ودايما وحطيت السابليه تقريبا حطيت 2، قلت عشان لو عايزه تدي لحد، ان هي اصلا ما بتاكلش يعني، هي علاقتها بالاكل ضعيفه قوي يعني. هي اكلته امبارح عشان كان معاها واحده زميلتها، كلوا مع بعض عملوا شيرينج زي ما هما بيقولوا. النهارده عشان ما زميلتها غابت النهارده فهي ما كلتش، راجعه باللانش بوكس كله، ما كلتش اي حاجه والله. كده خلصنا فقره اللانش بوكس. طبعا ازازه الميه بتاعتها هي اختارت الازازه البينك اللي هي بغطا، دي عندها شويه زكام. فهي اختارت الازازه اللي بغطا عشان لو حد عايز ان هي يشرب منها تديله في الكوبايه بتاعه الازازه. حطيت اللانش بوكس وحط لها بس كراستين كده مؤقت لحد ما اشوف الطلبات وتستلم الكتب والحاجات دي والمقلمه بتاعتها. بس كده حضرنا بقى الطقم الجديد بتاعنا، البلوزه جديده بس البنطلون عندنا يعني، بس هو تمام مفيهوش حاجه. التوك الجديده والشراب الجديد، انا اصلا بحب الحاجات دي اكتر منهم والله، انا ببقى فرحانه بالحاجات دي قوي. والكوتشي الجديد بتاعنا. وكده خلصنا. نسيت انا بعد ما خلصت لقيتها ان هي حاطه الساعه دي عشان تلبسها، فكره ما لبستهاش ولا حاجه، هي كانت حاطاها عشان لون المدرسه يعني. وها هنا دقت ساعه العمل. خلاص بقى صحينا مش شايفين اي حاجه قدامنا طبعا، بس هي عندها حماس ليفل الوحش. بنسترح بادب ومنتكلمش وحط لي دي يا ماما، اعمل دي يا ماما، كلام بقى. هم يومين بالظبط وما بيتكلموش الصبح يعني. بس كده. ده الصوت الوحيد اللي بعمله. عملنا قطتين وعملنا الضفيره، وانا بحب اعمل الضفيره في المدرسه. تعمل لكم باي باي، قالت لي انا اعمل باي باي يا ماما. بحب اعمل الضفيره في المدرسه عشان تلم شعرهم، ويعني ايه ما يهش وكده من الشقاوه. انا بقى نستنى الباص خلاص جاء اخدها، كانت هي لوحدها. لسه بقى ان شاء الله باذن الله بكره موتي بقى يبدا يروح معاها وينزلوا سوا ان شاء الله. وبكده يكون فيديو بتاعنا الصغنون انتهى لاول يوم دراسه لكركوره. حبيت ان انا اشارك معاكم اللقطات الصغنونه دي، عشان انا لو استنيت ان انا مثلا اصور حاجه تانية هكسل ومش هنزلها. بكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. كل سنه وانتم طيبين.